السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو عايزاك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزلي تحط لايك وتشتركي في القناه لو ما انتش مشتركه. وتعالي بقى اقولك هنعمل ايه في الفيديو النهارده. هنشيل بقى الحفه بتاعتنا دي نغسلها. بصراحه يعني انا كنت ناويه اسيبها لاول الشهر، زي ما قلت لكم في فيديو الروتين اللي فات، ان انا هسيب الحفه لاول الشهر وبعد كده اشيلها اغسلها، علشان بيبقى احيانا كده بالليل بيبقى فيه لسعة برد كده. بس بصراحة الجو بالليل بقى يعني مغطاش بيهم اصلا، يعني اللحاف بيترمى على الارض على ما بنصحى بقوم احطه تاني على السرير. فالنهارده قررت ان انا هشيله واغسله، هما لحافين الاطفال الاتنين هشيلهم اغسلهم. هغسلهم فين بقى؟ هغسلهم في البانيو. هملى البانيو وهنحط فيه الحاجه اللي هقولكوا عليها، يعني هنحط بقى مسحوق غسيل، هنحط كلوركس الوان، هقولكوا هنحط ايه بالظبط، ونسيب اللحاف منقوع شويه وبعد كده هنغسله. فتعالوا اما نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بصوا انا دلوقتي دخلت غسلت البانيو كويس. الحاجات البني دي من اول ما اتجوزت كانت دي فينيك اللي احنا بنمسح بيه الارض ده. وقع على يعني كنت بملى هنا الميه وبحط بقى الفينيك في قلب الميه عشان امسح الارض وكده. وقع على البانيو، ما كنتش اعرف بقى ان هو هيلزق فيها كده. بصوا غسلته بكل الطرق ما بيطلعش، هو لزق خلاص. شوفوا هنا وهنا، للاسف مش راضي يطلع نهائي. فلو حد يعرف يطلعه ازاي يقولي، لان بجد شكله مش عاجبني خالص. يعني مكنتش عارف ان هو هيلزق اللزقه دي. يعني عادي الفينيك بيقع بيتمسح، هنا وقع ما اتمسحش. المهم نسمي بقى كده ونبتدي يا بنات. اول حاجه جبت بوله، مليتها ميه، حطيت عليها نص كوبايه اريال ونص كوبايه كلوركس الوان وكمان معلقه كربوناتو. اللي انا حطيت معلقه كربوناتو بس وانا بصور يعني، باني ما كنتش بصور. فالمقطع مش ما جاش يعني، بس انا حطيت عليهم معلقه كربوناتو. تمام. ليه هنحط كربوناتو؟ الكربوناتو اولا بتدي مفعول اسرع للاريال، يعني بتخلي الاريال يعمل مفعول اسرع. وكمان لو في ريحة مثلا، ريحة عرق او ريحة مش كويسة في اللحاف بتاعك او البطانية، بتساعد على ان الريحة دي تروح. تمام. وكمان بتدي نعومة كده للحاف يعني، او للهدوم عموما. و... واللحاف بتاعي فايبر. انا هغسله في مية ساقعة او مية فترة. ما تغسليش اي حاجة فايبر في مية سخنة، لان المية السخنة هتخليه يكرمش. تمام. انا حطيت اللحاف بقى بعد ما حطيت الخلطه اللي احنا عملناها ودوبتها كده كويس مع الميه، وسبته بقى يتنقع شويه. بصوا بقى دلوقتي انا حطيت اللحاف زي ما عملت معاكم، وجيت بقى عملت الاوضه، روقت الاوضه. انا كنت كده كنت مروقاها اول امبارح معاكم في الروتين، او اول باين فهي نضيفه ما فيهاش حاجه، بس عدلت السراير وخلاص اهو. وحطيت بقى الدفايات دي عشان يعني لو في بقى برد بالليل ولا حاجه نتغطى بيها. كده كده والله ما بنتغطى بحاجه بالليل. وحطيت الناموسيه بتاعت نونا الصغننه وبس كده. بما ان النهارده يوم هادي ما فيهوش تريق ولا فيه حاجه، هو بس اللي عملت معاكم فيه اللحاف بتاع الاطفال، بس غسلته والدنيا الحمد لله نظيفه والدنيا متروقه. فقلت بقى ايه، اكافئ نفسي واعمل لي كوبايه قهوه في طقم ما استخدمتوش ولا مره، يعني طقم من نيش كده. فاختار ايه يا ترى؟ انا حابه ده، هاخد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل بس الحاجات دي من عليه بتاعنا. بصوا يا جماعه الشياكه والجمال. بصوا والله انا عندي حاجات في النيش انا نفسي استخدمها كلها بجد بجد. يعني لو عايزين اعمل لكم جوله في النيش قولولي وانا هعمل لكم في جوله. هقفل بقى دلوقتي النيش، واروح بقى على المطبخ كده اعمل لي فنجان قهوه في الطقم التحفه ده. هعمله واوريهولكم.
دخلت على المطبخ بقى كده اعمل لي فنجان قهوه. وكنت مخبيه كيس اوريو من تسنيم، بس وانا بفتحه عشان اخده سمعتني فجت خدته يعني، بس لحقت لي منها واحدتين. المهم قلت اخده بقى كده واشربه في البلكونه. الحمد لله يعني شربت منه اول بق كده وقام واقع مني، يعني الحمد لله ده القهوه خير. المهم دخلت بقى كده اكمل بقية اللحاف. هنا خليت تسنيم تدوس كده على شوية برجليها، وانا عملت شوية بايديا. المهم بقى شوفوا شكل المية اللي نازلة منه. تعالوا بقى دلوقتي شوفوا بقى دلوقتي عامل ازاي. نضافة نضافة نضافة. إيه والله يا جماعة الكربونات بجد حطوها على خلطة الغسيل بتاعتكم وشوفوا النتيجة. دلوقتي بقى ده كان اللحاف التاني، حطيت الاولاني يتصفى وده كان التاني. وبعد كده بقى سبته يتنقع شوية، وبعد كده بقى غسلته نشرتهم قصدي. وكنت غاسلة كده دور هدوم، قلت هنشره كمان على المنشر و... وبس. ده كده بقى الفيديو بتاع النهارده. جربي كده زي ما بقولكوا خلطة الغسيل ديت وقولوا رأيكم فيها. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، مع السلامة.